تعتبر السيارات إحدى أشهر وسائل المواصلات. إن أردت أن تعرف أيها أشد غرابة وروعة، شاهد هذا الفيديو الذي أقدم لكم فيه أغرب 10 سيارات في العالم. الجاكوزي الأسرع في العالم. كان 2 من طلاب الجامعات يحلمان بصنع أسرع جاكوزي في العالم. لهذا السبب قاموا بشراء سيارة كاديلاك بحالة سيئة مقابل $800 فقط. قاموا بإزالة المقاعد وتغيير ناقل الحركة، أصلحوا هيكل السيارة وصنعوا جاكوزي بداخلها باستخدام الألياف الزجاجية. أغرب شيء هو صندوق السيارة، فهو يحتوي على كل شيء تحتاجه للتحكم بهذا الجاكوزي المتنقل. السيارة الطائرة هي سيارة تتحول في ثوان معدودة إلى الطيران في الهواء. تستخدم هذه السيارة البنزين وتسير في الشوارع كأي سيارة أخرى. عند تحولها تصبح طائرة تستطيع الإقلاع والهبوط في أي مطار في العالم. تتمتع هذه السيارة بتكنولوجيا متطورة وأجهزة خاصة بالملاحة الجوية وطيار آلي ونظام مظلة للطوارئ. BMW جينا. تعتبر هذه السيارة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة. لا تملك هذه السيارة هيكلا صلبا، فهي مغطاة بغشاء مصنوع من مادة مرنة مقاومة للماء، ويتغير شكله بواسطة محركات كهربائية وهيدروليكية داخل السيارة. ما تزال هذه السيارة نموذجا فقط، وعلى الأرجح لن نراها على الطرقات لبضع سنوات قادمة. أطول مونستر تراك، وهي الأطول من نوعها في العالم. صنعت من قبل شركة بيج تويز ريسينج، واستغرق صنعها حوالي 15 شهرا. حطمت هذه السيارة المدهشة الرقم القياسي بوصولها إلى 10 أمتار، كما أن وزنها يبلغ حوالي 1000 كيلوغرام. بالإضافة إلى ذلك لديها القدرة على نقل 13 راكبا دون أي مشكلة. وعلى كل حال سعرها ليس بمتناول الكثيرين. إن أردت سيارة مثلها فعليك أن تتخلى عن $1,000,000. سيارة الليغو. تبدو هذه السيارة كلعبة عملاقة، ورغم أنها لا تسير بسرعة كبيرة فيجب ملاحظة أنها صنعت باستخدام نصف مليون قطعة ليغو. أكثر ما يدعو للإعجاب هو المحرك، فبعكس المحركات التقليدية يعمل هذا باستخدام الهواء المضغوط، ما يجعلها قادرة على السير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة. السيارة الخشبية. مدينة البندقية في إيطاليا هي واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي لا يمكن فيها استخدام السيارات. ومع هذا هناك نجار إيطالي عبر تلك المدينة بسيارته التي صنعها من الخشب، وهي نسخة طبق الأصل من الفيراري. قام النجار بإضافة محرك لسيارته لتصبح قاربا يتيح له التجول بهدوء عبر مياه مدينة البندقية. أطول سيارة ليموزين في العالم. يصل طول تلك السيارة إلى 30 متر، وتملك 26 عجلا. في البداية تم استخدام هيكل سيارة كاديلاك إلدورادو لصناعتها، وهي تتسع ل75 راكبا. إن لم يكن ذلك كافيا ليثير دهشتك، فلتعلم أنها تملك جاكوزي في الخلف وغرفة معيشة وحتى منصة هبوط للطائرات المروحية. أصغر سيارة في العالم. وفقا لموسوعة جينيس فهذه أصغر سيارة تم إنتاجها في العالم. تم بيع هذه السيارة كوسيلة نقل لشخص واحد، وتتميز بأن لديها 3 عجلات فقط. يوجد المحرك تحت المقعد، والغيارات لا تحتوي على ريفيرس. لذلك فالطريقة الوحيدة لإرجاع هذه السيارة للخلف هي بسحبها بواسطة مقبض موجود خلف السيارة. السيارة الغواصة. هذه السيارة كهربائية، وهي قادرة على السير على الأرض وكذلك الغوص تحت الماء. هذه السيارة مكشوفة تماما، وبهذا يتمكن الركاب من المغادرة بسهولة في الحالات الطارئة. بالطبع لتتمكن من الغوص بالسيارة عليك استخدام أسطوانات لتزودك بالأكسجين اللازم للتنفس. هذه السيارة الرائعة تأتي بسعر باهظ يبلغ $1,000,000. سيارة ثراست SSC. هذه السيارة مزيج من سيارة وطائرة مقاتلة، مما يجعلها أسرع سيارة في العالم. تستطيع التسارع من 0 إلى 100 في ثانيتين فقط،
وتتجاوز سرعتها القصوى 1228 كيلومتر في الساعة، وبهذا تكون أول سيارة تخترق حاجز الصوت. إن كنت تود انتقاء سيارة من هذه القائمة فأي واحدة تفضل؟ أخبرنا في التعليقات. لا تنسى الاشتراك بقناة MO Channel. شكرا للمشاهدة.